لازم اي حد حب فيلم الحريفة يكمل معايا الفيديو ده للاخر. ايوه يا استاذ صادق. الميكروباص اتقلب يا استاذ صادق. فيلم محمود التاني قصته بتحكي عن اتنين اسمهم زي بعض بالظبط، ولكن الفرق بينهم ان واحد غني عايش حياة مليانة رفاهية، والتاني فقير وعايش حياة صعبة وبيكح تراب من الاخر. بتحصل لهم صدفة كده بتخلي الغني يبقى فقير والفقير يبقى غني. الفيلم ده انا ما كنتش حاطط عليه توقعات عالية قبل ما اتفرج، ولكن كل اللي كان في دماغي بس ان اشوف فيلم لذيذ وما اتضايقش منه، وده فعلا اللي حصل. الفيلم لذيذ واجواءه خفيفة، ورغم انه بعيد تماما عن عالم الكرة بس كان فيه من اجواء الحريفة، وده ممكن يكون بسبب انه نفس الابطال ونفس المؤلف. الكوميديا اللي في الفيلم اغلبها كانت بتتقدم عن طريق كزبرة لما بيدخل بقى حياة الاغنياء ويبدأ يتعامل معاهم ونشوف رياكشناته والمواقف اللي بتحصل له. الحاجات دي كلها كانت بتطلع كوميديا موفقة، وفي منها برضو اللي كان بيقلش وما ضحكنيش. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ده الدويتو اللي كان ما بين كزبرة وتامر هجرس. هو ممكن يكون دويتو غريب، بس كان بيطلع كوميديا لذيذة وكنت بحب مشاهدهم سوا. مع ان في بداية الفيلم كنت حاسس ان تامر هجرس مأفور شوية في الدور، بس بعد كده لا، هو كان لايق جدا على الشخصية. الخط التاني بقى اللي بنشوف فيه احمد غزي بعد ما بتحصل له الصدفة ازاي بقت حياته. المواقف اللي كانت بتجمعه مع كارولين عزمي كانت لذيذة في اغلب الوقت. فانا عموما بالنسبة لي خارج من الفيلم مرضي مش متضايق. زي ما قلت لكم في الاول، اي حد حب فيلم الحريفة هينبسط جدا بالفيلم ده لان الاجواء شبه بعض. وكمان في نهاية الفيلم في مفاجأة كده هتعجب قوي جمهور الحريفة. وتقييمي للفيلم 6.5 من 10. مش محتاج اقول لكم ان اللي شاف الفيلم يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في الكومنتس، وخلينا نتناقش مع بعض. وباي باي.